آخر الأخبار بتقول إنه إدارة برشلونة بتفاوض إدارة ليفربول للتعاقد مع اللاعب الشاب بايتيتش على سبيل الإعارة. طبعا من هو هذا اللاعب؟ أكيد جماهير ليفربول بتعرفه أكثر منا بكثير، لأنه هذا اللاعب اللي هم بانتظاره من سنوات حتى أنه يسترجع قواه ويسترجع مستواه. اللاعب موهبة فعلية، وأصلا هذا اللاعب إذا بنرجع بالزمن 3 4 سنوات بنعرف إنه له قصة. حتى جماهير مانشستر يونايتد لهم قصة مع هذا اللاعب. شو بيمتلك هذا اللاعب؟ شو مقومات اللاعب؟ رح نتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله. أنا الآن مشغل الكاميرا وراح نصور حلقة كمشة أخبار، راح نتطرق لهذا الموضوع ونتكلم عن هذا الموضوع، ولكن مش بالتفصيل. إذا تمت الصفقة بنتكلم وبنعطيكم حلقة التقرير الشامل عنه. ولكن أنا بالنسبة لي أخبار إيجابية. مشكلة اللاعب، عشان أحكي لكم مشكلة اللاعب، إنه هو كثير الإصابات. اللاعب مش محظوظ بالإصابات، مش كثير، لا هو مش محظوظ بالإصابات. شو طبيعة الإصابات وقديش الغيابات رح نتكلم عنها أيضا إن شاء الله في الحلقة اللي رح ننشرها بعد قليل. ولكن إجمالا، كشخص محب لكرة القدم، هذا النوع من اللاعبين من زمان احنا على فكرة ليفربول بسوق الانتقالات قدر سعر اللاعب تقريبا ب 22 مليون. احنا هيك سمعنا قبل فترة، كان في فريق بده اياه اصلا. سيلتا فيجو كمان كان من الفرق اللي يفاوض عليه اما اعارة او شراء. يعني تخيلوا قديش قيموا ليفربول اللاعب. فاكيد اللي سمع الخبر قال لك من هذا اللاعب اللي يقيم بهذا المبلغ على ليفربول. اكيد